المشاهدون الأكارم، سعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. المعمل الصحي الوطني ينجز أعمال فحص ناجحة. دورة تأهيلية لمديريات الضواحي ومساعديهن في إقليم عنسبة. لقاء لمناقشة سبل الحفاظ على الثروات البحرية في عصب. الجيش المالي يؤكد تصفية 203 مسلحين خلال عمليات عسكرية. اتفاقية تجارية غير مسبوقة بين استراليا والهند لمواجهة الصين. تشيلي وبوليفيا مرة أخرى في محكمة العدل الدولية بشأن مياه سلالة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. في إطار الجهود الجارية لتطوير خدمات المعمل الوطني الصحي، أوضح بأن المعمل ظل يقدم خدمات صحية ناجعة فيما يتعلق بكافة الأمراض جراء التسلح بالأجهزة العصرية والكادر الصحي الكفؤ. وأوضح مسؤول رقابة جودة الخدمات بالمعمل الوطني السيد سرقية تسفاهيوت أهم الأعمال التي ينجزها المعمل، مثل أعمال الفحوصات التي تتطلب جودة عالية وضرورة الرقابة والمتابعة لجودة الفحوصات في كافة المعامل الوطنية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، وتوفير أجهزة لازمة وكيماويات ضرورية تسهم في تطور خدمات تلك المعامل، وكذلك رفع قدرات المهنيين الناشطين في المعامل الوطنية. وقال إن جميع أنواع الفحوصات ترتكز على فعالية الأجهزة والقدرات البشرية الكفؤة، لذلك تقوم الحكومة باستثمار كبير، وقد سلحت المعامل بأجهزة عصرية ولا زالت تسعى جاهدة لرفع قدرات المهنيين. وذكر السيد سرقي أن فحوصات كوفيد-19 تجري عبر 3 طرق. الطريقة الأولى تعرف بطريقة PCR، وتتطلب تكنولوجيا حديثة ومعرفة دقيقة وتنجز في المركز الوطني. أما الطريقة الثانية فتجري في كافة المداخل والمطارات وتعرف بفحوصات عاجلة، فيما تساعد الطريقة الثالثة للتعرف على تشخيص الإصابة القديمة لدى الإنسان. وأوضح السيد سرقي بأن رقابة جودة الفحوصات التي جرت في 250 معملا صحيا عالميا خلال العام الماضي أثبت أن المعمل الوطني كان أحد أكثر المعامل الكفؤة التي حققت نجاحا باهرا بأكثر من 80%، وكانت ذلك حصل على شهادتين تقديريتين تثبت الخدمات الناجعة التي أنجزها وكذا الجودة والكفاءة العاليتين. نظمت دورة تأهيلية في 29 و30 من مارس المنصرم ل38 مديرات ضواحي ومساعديهن المنتخبات الجدد ضمن الانتخابات التي شهدها أقليم عنسبة هذا العام. واشتملت الدورة على الإدارة والقيادة والوعي والمساواة والإدارة والثقافة المجتمعية وأهمية المرأة في القيادة وأساليب الإدارة الرئيسية وسبل حل الخلافات وتوثيق المستندات وتقديم التقارير وكذلك إدارة الوقت والممتلكات. وألقت مسؤولة المرأة في إقليم عنسبة السيدة آمنة حسن كلمة أوضحت فيها أن الكفاءة تعد ضمانا للمساواة، مشيرة إلى أن الهدف من تنظيم الدورة هو تعزيز إدارة الكفاءة الفطرية للمرأة عبر دورات تأهيلية وصقل التجارب. من جهتها قالت رئيسة المرأة السيدة تخاذ السامكيل أن الدارسات تنتظرهن مهام تاريخية ومهمة لانتخابهن في مرحلة التعبئة كضرورة مرحلية، مناشدة إياهن العمل بنزاهة وجدية ووفاء مستفيدات من المعرفة المكتسبة. من جهته ذكر حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى أن تنامي أعداد مديرات الضواحي ومساعدهن نتاج للكفاءة والوعي المتنامي، موضحا وقوف إدارته إلى جانبهن في كافة أنشطتهن. وتوضح المعلومات الواردة من إدارة الإقليم بأن الإقليم شهد خلال السنوات الثلاث الماضية انتخاب 3 مديرات و17 مديرة تنفيذية، فيما ارتفع العدد هذا العام إلى 5 مديرات و33 مديرات تنفيذيات.
نظم قسم الزراعة والأراضي في إقليم جنوب البحر الأحمر في 30 من مارس لقاء لمدراء الضواحي ومساعديهم والجمعيات التعاونية بهدف مناقشة سبل الحفاظ على الثروات البحرية وخاصة أشجار الشورى. وأوضح مسؤول القسم بالإنابة المهندس عمر محمود في اللقاء الذي استضافته مدينة عصبة، أوضح العمل المنسق حول تعزيز البرامج الموضوعة للتنفيذ في عام 2022 لغرس شتول الشورى في الشواطئ البحرية والجزر. وأشار المهندس عمر إلى أن أشجار الشورى تساعد في تنمية وحفظ التنوع الأحيائي وكذلك الحفاظ على التوازن المناخي، موضحا العمل بقوة لتنشئة مشاتل أشجار الشورى في كافة المناطق والشواطئ البحرية. في الختام أوضح حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي القيام بعمل جاد يمنح اهتمام أكبر لرفع مقدرات الصيادين وإنتاج الأسماك، مناشدا جمعيات الصيادين لتعزيز مجهوداتهم. قام سكان منطقة دق الشحاي في مديرية لوقو عن سبا إقليم القشبركة بشق طريق ترابي عبر تنظيم نفير جمعي يربط بين مناطق دق الشحاي وملزناي ينطلق من قرية موت بونتني ويؤدي إلى منطقة زبان. وأوضح المشرفون على البرنامج بأن العمل بدأ بتشجيع من ضاحية دك الشحاي ومديرية لوقو عنسبة، وقد أنجزت المهام بالاستفادة من الآليات الثقيلة، حيث يتم في الوقت الحالي بناء قنوات لتحويل السيولة. وذكر السكان أن المناطق كانت تعاني من مشاكل خدمات النقل البري، معبرين عن أمنياتهم الكبيرة بتقليل المشاكل بعد اكتمال العمل. وقال مدير المديرية السيد إبراهيم حقوس في اللقاء الذي عقده للسكان والمشرفين على العمل إن أعمال شق الطرق الترابي التي قد اكتمل الجزء الأكبر منها لها أهمية كبيرة في تسهيل حياة المواطنين، داعيا العمل بهمة ونشاط لاكتمال الجزء الصغير المتبقي قبل دخول موسم الخريف. وتوضح المعلومات الواردة من إدارة المديرية بأن الطريق يقدم الخدمات لمناطق زبان وغزالامزة ودنبش تول وغيرها من القرى. شهدت مديرية سرجاب بالإقليم الأوسط تكريم 15 طالبا من أعضاء الدفعة 34 الذين أحرزوا نقاط عالية بلغت ما بين 3 و4 نقاط كاملة في امتحان الشهادة الثانوية الوطنية للعام الدراسي 2020-2021. وقال مدير مدرسة امبادر هول الأستاذ قيت نقاش في مراسم التكريم التي جرت في 2 من أبريل إن التكريم يدفع قدما بمسيرتهم القادمة، مناشدا المجتمع خاصة الآباء الوقوف إلى جانب المدرسة. وأوضح الأستاذ يوحنس أسقدون ممثل لجنة الآباء أن البرنامج يشعل بين الطلاب الآخرين غيرة شريفة إضافة إلى الطاقة التي يضيفها على المتفوقين، مذكرا إياهم لمواصلة السير على الطريق الصحيح كالعادة، داعيا الآباء لضرورة المتابعة الجادة لأبنائهم. وأشاد مدير المديرية بمنظمي برنامج التكريم مناشدا الطلاب مواصلة جهدهم دون التهاون. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أعلن الجيش المالي أنه قتل أكثر من 200 مقاتل ينتمون إلى جماعات إرهابية مسلحة، وذلك خلال عملية في منطقة بوسط البلاد نفذت بين 23 و31 من مارس المنصرم. وقال الجيش في بيان إن هذه العملية الواسعة النطاق التي جرت في منطقة مورا على بعد 17 كيلومتر شمال الشرق كواغ جورو في دائرة دجينا أتاحت قتل 203 مقاتلين ينتمون إلى جماعات إرهابية مسلحة، لافتا إلى أنها أسفرت أيضا عن اعتقال 51 شخصا واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. وقالت بعثة الأمم المتحدة في مالي مينوسما إن أعمال
عنف أودت بعشرات المدنيين في الأسابيع الأخيرة في وسط شرق البلاد ومنطقة المثلث الحدودي. وشهدت هذه المنطقة الشاسعة أسابيع من العنف والاشتباكات بين العديد من التشكيلات المسلحة النظامية وغير النظامية، بينها جماعات تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. وصف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اتفاقية التجارة المقرر توقيعها مع الهند بأنها تمثل أحد أكبر الأبواب الاقتصادية التي سيتم فتحها في العالم. وفي حديث للصحفيين قال موريسون إنه ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي شهدا الحفل الافتراضي حسب ما نقلت وكالة رويترز. وتسعى حكومة موريسون إلى تنويع أسواق التصدير وتقليل اعتماد أستراليا على الصين أكبر شريك تجاري لها بعد خلافات دبلوماسية أدت إلى فرض بكين عقوبات على بعض المنتجات الأسترالية. وتنهي الاتفاقية مع الهند التعريفات الجمركية على أكثر من 85% من صادرات السلع الأسترالية إلى الهند بقيمة 12.6 مليار دولار أسترالي، وترتفع إلى نحو 91% على مدى 10 سنوات. طلبت سانتياغو من محكمة العدل الدولية أن تعلن سلال نهرا دوليا، بينما تؤكد لاباز أنها رافد ينشأ في أراضيها. وتعود القضية إلى عام 2016 عندما رفعت تشيلي بشكل مفاجئ دعوى قضائية بشأن مياه سلالة وسط نزاع آخر بين البلدين في محكمة العدل الدولية طلبت فيه لاباز إجبار سانتياغو على التفاوض على خروج سيادي إلى البحر، وهو ما رفضته المحكمة في أكتوبر 2018. وتطالب تشيلي بأن تعلن محكمة العدل الدولية سلال نهرا دوليا للقناة المتعاقبة واستخدام المياه المشتركة. من جانبها تؤكد بوليفيا أن سلال رافدا ينشأ في أراضيها في الينابيع والمياه الجوفية، ويتطلب من تشيلي دفع ثمن استخدام هذه المياه. الخبر الأخير في هذه النشرة: لجأت السلطات الإيطالية إلى كلب آلي لمساعدتها على القيام بدوريات في أطلال مدينة بومبي التي دمرها ثروان بركان منذ 2000 عام تقريبا. وسيعمل الروبوت سبوت الذي طورته شركة بوستن ديناميكس الأمريكية على فحص المباني القديمة بحثا عن مشاكل هيكلية خطيرة وتقييم التقدم المحرز في أعمال الترميم وتحديد وفحص الأنفاق التي أنشأها لصوص الآثار. وتفيد تقارير إعلامية بتراجع نسبة محاولة اللصوص سرقة آثار من بومبي وبيعها بعد ما كثفت السلطات الإيطالية من حملاتها لمواجهة ذلك، رغم استمرار وجود أنفاق في المنطقة المحيطة بالموقع الأثري. ختام النشر إليكم أبرز العناوين. المعمل الصحي الوطني ينجز أعمال فحص ناجعة. دورة تأهيلية لمديرات الضواحي ومساعديهن في إقليم عنسبة. لقاء لمناقشة سبل الحفاظ على الثروات البحرية في عصب. الجيش المالي يؤكد تصفية 203 مسلحين خلال عملية عسكرية. اتفاقية تجارية غير مسبوقة بين أستراليا والهند لمواجهة الصين. تشيلي وبوليفيا مرة أخرى في محكمة العدل الدولية بشأن مياه سلالة. شكرا لحسن الإسماع، دمتم في أمان الله.